مرحبا بكم الناس الكل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فما خبر اليوم هبط والناس الكل ناخذ صديق كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق قناة اليوتيوب نتاع الوطنية واحد اللي فيها جميع الأعمال نتاع الوطنية نتاع التلفزة التونسية القديمة والجديدة والمسلسلات والبرامج والنشرة الجوية وكل شيء. تفسخ كل شيء مشى على روحه. برشا عباد تسأل على الأسباب، علاش يعني القناة الوطنية الأولى علاش اليوتيوب نتاعها تفسخت، شنو هي اللي صار بالضبط باش نفسروا تقريبا. شفنا في هبطها ذو دريمر يقول يؤسفني باش نعلمكم اليوم إغلاق الوطنية الأولى نهائيا على اليوتيوب إثر التعديات المتكررة في عديد البرامج على حقوق الملكية الفكرية لأعمالي. قد تم معاينة العديد من الأشياء هذه وخذيت الإجراءات القانونية اللازمة. ويقول انه هو يعني الوطنيه ما عادش باش ترجع جمله. السيد هذا يقول انه هو عنده حقوق، يعني حقوق نتاع موسيقى او شيء من هذا. الوطنيه قاعده تهز في الحقوق نتاع السيد هذا وتحطها في البرامج كموسيقى او اشياء مثل هذه. بكل صراحه برشا تعليقات شفناها اليوم، برشا عباد كده غاضبه من الحاجه اللي صارت هذه، وخاصه انه فما برشا عباد يعني نتبع في الوطنيه ريبلاي ونتعاود في البرامج هذه فجاه يعني الوطنيه واحد ما هيش موجوده وجميع البرامج حذفت. يعني الان نشوفوا شنو باش تعمل الوطنيه، يا ندرا باش تراسل مع اليوتيوب وباش ترجع الوطنيه رغم انها صعيبه شويه. فما شيء كما كل شيء ممكن حسب ما يقول هو ذا دريمر انه بشكل نهائي. يعني هو عنده فكره، خاصه انه تجيه رساله على الايميل تعلموا انه القناه حذفت بشكل نهائي او بشكل وقتي. الوطنيه يمكن تعمل شين يوتيوب جديده، يمكن كما قلنا تعاود مره اخرى وتركز خاصه في حكايه الملكيه الفكريه اللي هما في اليوتيوب ما يلعبوش بها. الحكايه هذه نتاع الملكيه الفكريه وسرقه الافكار وسرقه الموسيقى والاشياء مثل هذه. على كل ننتظروا التطورات القادمه شنو باش يصير ما بين التلفزه الوطنيه شركه اليوتيوب ذا دريمر والعديد من التشكيات في كذا الساعات القليله القادمه. ماذا سيحدث في التلفزه الوطنيه والقناه اليوتيوب؟ شكرا.